للكشافات الإسلامية الجزائرية المحافظة الولائية لولاية أضرار. نحن في سوق دينار الطيب. سوق دينار الطيب هذا سوق للألبسة وللخضر والفواكه، تزوره الساكنة أضرار من أجل ابتياع ما يخص الأعياد، ونحن على فضيلة مباركة ليلة القدر وعيد الفطر المبارك. نستوقف أحد المارة أو أحد المبتاعين الذين قدموا من بلديات خارج بلديات أضرار ليبتاع شيئا، لنطرح عليه سؤالا في إطار الشارع يجيب ثلاثة في المجال الديني والسؤال الثابت. نتعرف على الأخ أولا. معكم الأخ بالبالي عبد القادر. بالبالي عبد القادر ساكن قصر ولاد راشد بلدية المطار. قصر ولاد راشد بلدية المطارفة في بلدية أضرار في سوق دينار طيب في الشهر المبارك رمضان، وفي حصة اسمها رمضان يجمعنا في شيء اسمه الشارع يجيب. السؤال يقول: هناك الكثير من الصحابة لازموا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذوا عنه الحديث، والذين لازموه أكثر في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 7 فوق 1000 قد نقلوا عن الحديث أو قد نقلوا عن المصطفى من الحديث خير مضر. نطلب منك أن تعطينا 5 من الصحابة الذين أكثروا في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الصحابة أولهم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن أبو صخر الدوسي، حسان بن ثابت شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم من الرعيل الثاني أو الرعيل الثالث، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذن أبو هريرة، البخاري، ثم مسلم، ثم عبد الله بن عباس، ثم حسان بن ثابت. هي 5 أسماء ذكرها لنا الأخ بالبالي. إذن لجنة التقييم والتقويم الشارع يجيب 3 وحصة رمضان يجمعنا لبوج الفدا للكشافة الإسلامية الجزائرية ستقيم إجابتك، فيما إذا كانت الإجابة صحيحة تتحصل معنا على هدية تستدعى لحضور البرايم الأخير لرمضان يجمعنا وتأخذ جائزتك. نستوقف أحد المارة والناس على قارعة العيد أو عيد الفطر المبارك. استوقفنا أحد المارة لابد أن نتعرف عليهم قبل أن نطرح عليهم السؤال، وهذا السؤال هو سؤال الثابت وليس السؤال المتغير كما طرحنا السؤال الثابت والسؤال المتغير في مدينة الجزائر ووهران ومدينة بشار. هذا السؤال الثابت يطرح هنا في ساحة الشهداء واجهة البلدية. لابد أن نتعرف على سيدي يوسف 25 سنة وهو أستاذ الرياضيات مع أهل العلم. والأستاذة ربح محمد 25 سنة ماستر وكذلك من أهل العلم طالب العلم معنا. إذن عندنا سؤال ثابت في إطار الشارع يجيب 3. كان عندنا سؤال متغير وسؤال ثابت. الآن أنتما سنطرح عليكما سؤالا ثابتا في إطار الشارع يجيب من تنظيم بوج الفدا للكشافة الإسلامية الجزائرية المحافظة الولائية للكشافة أضرار. هذا السؤال مفاده: هناك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين لازموا محمد بن عبد الله وأخذوا عنه الحديث، أكثروا في الرواية عن الحديث صلى الله عليه وسلم. نطلب منكما أن تعطونا 5 من الصحابة الذين أكثروا في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. بما أنك تتحدث عن الرواية عن الصحابة الذين أكثروا في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذو أخذوا الحديث عن المصطفى أذن بعين، لازموه فأخذوا عنه من الرعيل الأول. بما أنك تقول عن المصطفى هي هناك فيها عنعنة. أنا أقول إذا نركز في السؤال 5 من الصحب الذين أكثروا في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثير موجود.
الترمذي البخاري والترمذي. أبو هريرة. إذن 4 ولا 1؟ والطبراني. هو السؤال من الصحابة الذين أكثروا، وأنتم أعطيتونا صحابيا وأعطيتنا 3 أو 4 من الرواة الذين رووا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا الصحابة الذين لازموا المصطفى كملازمتكما أنتما لي والجماعة. أبو بكر الصديق. إذن أبو بكر الصديق عائشة. وأبو هريرة. عائشة رضي الله عنها. نعم. خديجة. وعثمان بن عفان. قانون المسابقة يقول دائما عندنا في البرايم الأخير للشارع يجيب أو لتجويد القرآن أو عندنا هذه المسابقة التي تقام في رمضان من إطار أو من تنظيم توجد في ذلك الشفة الإسلامية. لجنة التحكيم هي التي تقوم الإجابات ثم تعلن الفائز. ورمضان يجمعنا لفوجد في ذلك الشفة الإسلامية الجزائرية. سنصل إلى أعرق وأقدم الأسواق في مدينة أضرار، ألا وهو سوق بودا. الشارع يجيب 3 فوجد في ذلك الشفة الإسلامية الجزائرية. رمضان يجمعنا. ننزل ضيوفا لنطرح سؤالا في المجال الديني. السؤال الثابت مع أحد التجار في هذا المحل التقليدي الذي يبيع فيه المنتجات التقليدية للألبسة التركية، هنا في هذا المحل المبارك في هذا الشهر المبارك، مع هذا الشخص البشاش، هذا الشخص المبارك. نتعرف على السيد. مرحبا وسهلا بكم هنا. والاسم كيفاش؟ الحطاب. زغار غنطة. إذا يسكن في أضرار، هنا يبيع منتجاته التقليدية. سيدي، عندنا سؤال في إطار الشارع يجيب. مرحبا. برنامج كشفي يطرح سؤال في المجال الديني. هناك 7 من الصحابة أكثر. نحن نريد منك أن تعطينا 5 من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي رواوا بزاف الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معاه، كانوا يلازموه. ما تشبههاش معناتها الله أعلم. من قال الله أعلم علمه الله ما لا يعلم. نحن في محل الوزنات التافهة إلى غير ذلك من الألبسة التقليدية في ضيافة تركي هو الخطاب. الشارع يجيب 3 وفوج الفدا والرتاج الكشافة الإسلامية الجزائرية عند ساقية المشرع الفقارة أو فقارة المطارفة. هي تابعة لساقية سيدي عمر، ولكن في مضرب آخر. نستوقف إحدى المارات من بنات قصر المطارفة لنطرح عليها سؤالا في إطار الشارع يجيب. السؤال الثابت يقول: اذكري لنا 5 من الصحابة رضوان الله عليهم الذين أكثروا من رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتعرف عليك هو محفوظ فيروز. والإجابة شكون هما أكثر ال5 الأوائل اللي كثروا من الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله يا فيروز أو الله أعلم. إذا نعاونك بصحابي جليل وهو أكثرهم رواية عن المصطفى أبو هريرة. أكملي. شكون أمير المؤمنين؟ من أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق. من؟ أبو بكر الصديق، عمر بن أبي طالب، نعم علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. إذن أبو هريرة وعمر بن الخطاب. فيما نستوقف إحدى المارات أو أحد المارين أو نلج مدرسة علي بن أبي طالب للبحث عن الإجابة. شكرا لك يا علي. شكرا.
الشارع يجيب 3 وفوج الفداء للكشافة الإسلامية الجزائرية يعدد الأماكن لطرح سؤاله الثابت في المجال الديني. السؤال يقول: هناك العديد من الصحابة الذين لازموا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الحديث. أعطنا 5 من الصحابة الذين أكثروا في الحديث أو في رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل الإجابة نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوي توفى عبد الحليم من بلدية المطارفة. السؤال ما هو قليصة؟ السؤال يقول: أذكر 5 من الصحابة الذين أكثروا في رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، خامس ذكرت 4 من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين، إذا بقي واحد. تعرفون ما تعرفوش؟ الله أعلم. الشارع يجيب 3 من بشار إلى الجزائر إلى وهران إلى أضرار وجمالية ساحاتها وشوارعها. نحط رحال بالقصر العتيق، قصر الفكرة. الشارع يجيب 3 ومربض الكشافة الإسلامية الجزائرية، وبالضبط فوج الفداء وفوج الرتاج للكشافة الإسلامية الجزائرية. نحن مع هذا المعلم الأثري الذي رأيتموه، وأمام المدرسة القرآنية التابعة للمسجد العتيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سندخل ونطرح السؤال الثابت في المجال الديني على طلبة القرآن الكريم، فلتتفضل. إذن بارك الله فيكم ونفعكم الله بالقرآن وعلومه، والحمد لله أن أنعم عليكم هؤلاء المشايخ يعلمونكم ما جادت به قريحاتهم من العلم والفقه والأصول، فبارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزاء. طيب، السؤال يقول: هناك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لازموا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم فأخذوا عنه الحديث، وهناك من لازموه وأكثروا في الرواية عنه. هناك بيت شعري أقرأ لكم صدره: 7 فوق 1000 من الصحب قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. نريد منكم أن تعطونا 5 الأوائل من الصحابة الذين أكثروا في الرواية عن الحديث في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان ثمة من يريد الإجابة فليتفضل، نختار واحدا أو الشيخ يختار لنا واحدا من تلاميذه. قبل الإجابة نتعرف على الصارف. الطالب بهضة إسماعيل. طيب يا بهضة، هذيك الإجابة إن شاء الله. تتفضل وتجيب لنا عن 5 الأوائل المكثرين من الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كله. صلى الله عليه وسلم. 5 الأوائل أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنس بن مالك رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذه الإجابة الصحيحة ضمن البيت الشعري لله در قائله: 7 من 1000 أو 7 فوق 1000 من الصحب قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. بارك الله فيك. في الليلة الأخيرة، البرايم الأخير من رمضان يجمعنا في دار الشعب،
تنال جائزتك بإذن الله، علما أن هذا السؤال قد طرحناه في ولاية بشار وفي الجزائر العاصمة وفي وهران وفي أضرار، وتحصلنا على الإجابة في هذه المدرسة المباركة. للشيخ أن يقول لنا كلمة لفوج الفداء، وكذلك الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته على سائر ما اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بفوج الفداء لمطارفة وفوج الرجاج في هذه المدرسة العريقة، هذه المدرسة القرآنية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجهوداتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبارك فيه في مجهوداتهم وما يقدمونه للأمة وما يقدمونه لهذا البلد الكريم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيك بارك الله. ولن نبرح هذا المكان حتى نسمع إلى صوت الطالب والشيخنا أحمد عبد الغني. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم شكرا لا حد له، والشكر موصول لهؤلاء الطلبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الإجابة التي وقعت في هذه المدرسة تكون فاتحة خير لهؤلاء الأشياء. أما بهذا يعرف الرجال، أن الرجال لا تقاس بطول ولا بعرض، وإنما تقاس بما عندها، بما توزن به، وهي ما تحمله. وأعلى حاجة التي يحملها الرجال هو إما كتاب الله أو علم ينفع. لذلك يقول بعض الصالحين: أيها الإخوان أوصيكم وصية الوالد والوالدة، لا تنقلوا الأقدام إلا لمن كانت لكم في وصله فائدة، إما لعلم تستفيدونه أو لكريم عنده مائدة. وأعلى مائدة هي مائدة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننال من خيرها وينال الفوز لكشف كذلك من بركته، لأنهم أرادوا بهذه الإجابة إفادتكم ورضا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لهم بخير بين رضا الله عز وجل والعبادة. وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. معليش ولو دعوة من عندك دعوة، فلا لن نبرح المكان حتى تتكلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، يمكن حفظ الطلبة الكرام، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهنيئا لكم وتقبل الله صلاتكم وقيامكم إن شاء الله. ونشكر الإخوة الضيوف اللي كرمونا في هذا المكان، وجزا الله عنا خير طلبة إن شاء الله. على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمتمونا أكرمكم الله، فبارك الله فيكم وبارك لكم في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة، وبارك لكم عيد الفطر المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ختام برنامج الشارع يجيب في رمضان يجمعنا فوج الفداء للكشافة الإسلامية الجزائرية وفوج الرتاج للفتيات أو الزهرات والمرشدات. يتمنى لكم رمضانا مباركا سعيد، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما قدمتموه في هذا الشهر المبارك. من هذا المكان المبارك نحييكم تحية من عند الله طيبة مباركة، والسلام عليكم. نعرض لكم الإجابة الصحيحة للسؤال الثابت حول الخمسة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأهم بأولهم وأكثرهم رواية، وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسري، روى رضي الله عنه 5374 حديثا. يليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، روى 2630 حديثا. ثم يليه
أنس بن مالك رضي الله عنه 2000 روى 2286 حديثا. ثم تليهم السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2210 أحاديث. ويليهم جابر بن عبد الله ب1540 حديثا. لكم منا جزيل الشكر وتمنياتنا لكم بقبول الصيام والقيام وإجابة الدعاء. إن الله على كل شيء قدير. سلام. أنا فتى أمين لي خلق ودين. أنا فتى أمين لي خلق ودين. الحق لا أضيعه والسر لا أذيعه.